قبل ما نسميوهم أسود الأطلس كانوا غير لاعبين كيجريو ورا كرة، وقبل ما يكون حكيمي، قبل ما يكون حتى زياش، وقبل ما يكون حتى بونو، وقبل ما المغرب يوصل نصف نهائي كأس العالم، كانت الحكاية بدات بسنين طويلة. قبل هادشي سنين كان فيها المغرب مازال تحت الحماية، وكرة القدم كتدخل المدن المغربية شوية بشوية. في سنة 1913 أسس واحد من أوائل الأندية المغربية، اتحاد الرياضي المغربي بالدار البيضاء، ومن بعد بدات البطولات المحلية وتأسست أندية غادي تولي من بعد أسماء كبيرة في التاريخ المغربي. الوداد تأسس فرع كرة القدم سنة 1939، المغرب فاسي سنة 1946، ونفتح مولودية وجدة وحسني تاجيري والراجة سنة 1949. ولكن في ذاك الوقت ما كانش عندك منتخب مغربي بمعنى اللي نعرفه اليوم. كانت الكرة المغربية مازال كتقلب على الطريق ديالها، حتى جا عام 1956 المغرب استقل. وهنا ما تبدلات غير السياسة، فحتى كرة القدم تبدلات. تأسست الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وحملت مسؤولية تنظيم الكرة المغربية من بعد العصبة اللي كانت مرتبطة بالاتحاد الفرنسي. تخيل جامعة جديدة، بلد جديد، وبداية جديدة. حوالي 310 أندية كانوا داخلين في هذه المنظومة، وتطلقات البطولة الوطنية. وأول فريق ربحها كان الوداد الرياضي، ومن بعد عام واحد فقط خرجت مسابقة جديدة غادي تولي عندها قيمة خاصة عند المغاربة، اللي هي كأس العرش. الكرة المغربية بدات كتبني راسها، ولكن كان سؤال أكبر كيتسنى الجواب: واش المغرب يقدر ينافس خارج الحدود؟ الجواب ما تأخرش بزاف. في 1959 المغرب دخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ومن بعد في 1960 انضم للفيفا رسميا. دابا ولا عنده الاعتراف الدولي، ولكن الاعتراف حاجة والإنجاز حاجة أخرى. وفي بداية الستينات المغرب بدا كيقرب من كأس العالم، وفي تصفية 1962 وصل حتى للملحق الإفريقي الأوروبي ضد اسبانيا، ولكن الحلم ما تحققش. حتى جاء عام 1970 المغرب وصل كأس العالم لأول مرة المكسيك، أول مونديال في التاريخ بالنسبة للأسود الأطلس. أول ماتش ألمانيا الغربية، منتخب قوي، نجوم كبار، العالم كامل كيعرف شكون ألمانيا. ولكن المغرب ما دخلش خايف، بقى واقف قدامهم حوالي ساعة كاملة حتى جا الهدف الألماني، ومن بعد زادوا الثاني. للأسف المغرب خسر 2-1، ولكن واحد الحاجة كانت تبدلات. العالم بدا كيشوف المغرب، ومن بعد المونديال جا واحد من أجمل الفصول في التاريخ: 1976 كأس إفريقيا. المغرب ما مشاش غير باش يشارك، مشى باش يربح وسط صراع قوي، وأسود الأطلس قدروا يجيبوا اللقب. المغرب بطل إفريقيا لأول مرة في التاريخ، وكان الجيل بقية أسماء كبيرة، وعلى راسهم أحمد فراس اللي كان قبلها بعام فقط توج بالكرة الذهبية الإفريقية. ولكن الكرة ما كتعيش ديما على الانتصارات، كتجي سنوات زوينة، وكتجي سنوات كتخليك تسول فين مشى داك المنتخب. حتى وصلنا لسنة 1986 المكسيك من جديد، ولكن هاد المرة المغرب ما بقاش هو نفس المغرب ديال 1970. الماتش الأول تعادل مع بولندا، الماتش الثاني تعادل مع الانجليز، وباقي الحلم عايش. حتى جا ماتش البرتغال، وهنا وقعت الصدمة. المغرب ضرب البرتغال ب3-1، تصدر المجموعة، لأول مرة منتخب إفريقي وعربي كيدوز للدور الثاني في المونديال. العالم مبقاش كيسول شنو كيدير المغرب هنا، ولا السؤال شحال غادي يقدر يوصل. المغرب وصل بعيد، ولكن ألمانيا الغربية وقفت قدامه بهدف واحد، ومع ذلك التاريخ كان كتب المغرب دخل من الباب الكبير.
ومن بعد 1986 جات سنوات فيها كلشي: انتصارات، إقصاءات، نجوم، خيبات. 1994 المغرب رجع للمونديال. سنة 1998 رجع مرة أخرى وكان قريب يدوز من المجموعات، ولكن تفاصيل صغيرة كانت كتقتل الحلم. ومن بعد سكت المونديال. سنة 2002 ما كانش المغرب. 2006 ما تأهلاتش المغرب. 2010 ما وصلناش لكأس العالم. 2014 حتى هي ما دزناش كأس العالم. سنوات طويلة والجمهور كيتفرج من بعيد، لكن وسط هاد السنوات الأندية المغربية كانت كتقاتل قاريا: وداد، الرجاء، الجيش، أسماء كتربح ألقاب إفريقية وتخلي القميص المغربي حاضر في المنافسات القارية. الكرة المغربية ما كانتش ميتة، كانت كتسنى الجيل اللي يرجع للعالم. وجاء 2018 في روسيا، المغرب رجع لكأس العالم بعد 20 سنة، لكن الحلم تسالى بكري. 3 المقابلات، 3 الخيبات. ولكن اللي ما كانش الجمهور عارفه هو أن واحد الجيل كان كيتوجد، جيل غادي يبدل كل شيء. وصلنا ل 2022 مونديال قطر، ندخل المجموعة مع كرواتيا وبلجيكا وكندا. ومن البداية كان كاين إحساس مختلف. تعادلنا مع كرواتيا، جا ماتش بلجيكا كانت مرشحة، ولكن المغرب ربح 2-1. الصدفة الجميع بدا كيهضر على أسود الأطلس. ربحنا كندا وتأهل المغرب متصدر المجموعة، ولكن دابا جا الامتحان الحقيقي: اسبانيا. التاريخ ما كيرحمش. لعبنا 90 دقيقة، 120 دقيقة والو، دزنا بيلانتيات. المغرب تأهل للربع النهائي. صادفنا البرتغال. الناس قالوا صافي احنا غادي توقف الرحلة، المغرب داز غير زهر. ولكن هدف يوسف النصيري قلب كل شيء. المغرب ربح 1-0. واحد الهدف، ولكن وراه تاريخ كامل. المغرب وصل لنصف النهائي كأس العالم، أول منتخب إفريقي وعربي يوصل لهذه المرحلة. للأسف خسرنا أمام فرنسا، ولكن ما خرجناش مكسورين، خرجنا وهازين الراس. خرج المغرب كامل تبدل. أطفال بداو كيلبسوا القميص، الإعلام خرجت للشوارع، والعالم كامل ولا عارف المغرب ما بقاش مفاجأة. ولكن الحكاية ما سالتش في 2022، حيت المغرب كان بدا يبني حاجة أخرى. المنتخبات السنية بدات كتطلع، الفوتسال ولا قوة إفريقية، الكرة النسوية بدات كتفرض راسها، والأندية بقات حاضرة قاريا. ومن بعد جاء إنجاز جديد كيقول العالم هادشي ماشي صدفة. في 2025 المنتخب المغربي لقى 20 سنة ربح كأس العالم للشباب، ولأول مرة في التاريخ جيل جديد كيقول حتى حنايا جايين. دخلنا سنة 2026 كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. المغرب ما دخلش هذه المرة بحال داك المنتخب اللي كان كيتمنى غير يدوز للمجموعة. دخل هو عنده تجربة نصف النهائي، والمجموعة بدات ضد البرازيل تعادل. من بعد اسكتلندا ربحناهم، ثم هايتي ربحناهم. المغرب تأهل للدور الموالي. وهنا رجعت واحدة من الكلمات اللي ولات مألوفة: أسود الأطلس. هولندا كانت هي الخصم، ماتش كبير، تعادل 1-1. دزنا البيلانتيات ربحناهم. جا ماتش موراه كندا، المغرب ما رحمهمش، 3-0. سهولة دزنا الربع النهائي، وفرنسا كانت كتسنى، نفس فرنسا اللي وقفت قدام المغرب في 2022. هاد المرة المغرب كان باغي يكسب نهاية مختلفة، ولكن كرة القدم عندها قانون واحد: كاين حتى ضمان. للأسف فرنسا ربحت 2-0. وهكذا سالت رحلة المغرب في مونديال 26 في الربع النهائي. ولكن واش هذه هي نهاية القصة؟ لا، حيت إلا رجعنا اللور غادي نلقاو واحد البلد بدا كرة القدم ديالو من أندية صغيرة في بداية القرن العشرين، ومن بعد الاستقلال أسس الجامعة، بنى البطولة، أسس كأس العرش، دخل الكاف والفيفا،
ووصل لأول مرة للمونديال، ربح كاس إفريقيا، دار التاريخ في 86، غاب سنوات ورجعنا، وصلنا لنصف النهائي كاس العالم، ومن بعد وصلنا للربع النهائي مرة أخرى. حتى الجيل الجديد بدا كيربح عالميا، بمعنى قصة ماشي ديال المنتخب، ربح شي ماتشات. قصة ديال كرة القدم المغربية هي قصة بلد كامل، بدا من الصفر تقريبا، وكل جيل كان كيسلم الراية للجيل اللي من بعده، من العربي مبارك، أحمد فراس، بودربالة، الزكي، حجي وبصير، نصيري وحكيمي وبونو. واليوم الأجيال الجديدة مازال ما عرفناش الأسماء ديالها كاملة، وهنا كيبقى السؤال الحقيقي: إلا كان المغرب قدر يوصل لهنا، فين غادي توقف القصة؟ يمكن الجواب مازال ما تكتبش، ولكن حاجة واحدة مؤكدة: من نهار تأسست الجامعة سنة 1956 الكرة المغربية ما بقاتش غير لعبة، ولات قصة شعب، وقصة هذا الشعب مازال ما سالاتش.